وبركاته. معكم قناة شهوات كلثوم. اليوم ان شاء الله بمناسبة السنة الجديدة غنحضر معكم واحد الكيكة اللي كنسميوها كيكة الشموع. هاد الكيكة بسيطة وواحد الكريمة اللي سهلة بدون كريم شانتي ولا جيلاتين. ندوزو المقادير والطريقة. واحد الإناء كنوضعو 3 ديال الحبات ديال البيض واخدين حرارة المطبخ. كنضيفو كاس مع مرش ديال السكر حبيبات والعبار بالكاس العنبه، واحد الساشي ديال الفاني، وكندير واحد الرشه ديال الملح. كنطربوا المكونات مزيان حتى كيبيض الخليط، وكنضيفوا كاس ديال العنبه ديال زيت النباتيه بالتدريج، وكنضيفوا واحد ياغورت مسوس. وبالنسبه لهذا كتخدموا بالطراب الكهربائي، تقدروا ديروا الطراب اليدوي. كنضيفوا نص كاس ديال الحليب غبره بنيدو. العلبه الصغيره كنديروا نص كاس ديالها، كنحمروه كما كتشوفوا راه اللون ذهب. كنضيفوا نص كاس ديال السميده الرقيقه حتى هي حمرتها. وبالنسبه لهذا ردوا البال مع العافيه، راه ما بغيتش نصور لكم باش ما نطولش لكم الفيديو، ردوا البال معاه باش ما يتحرقش لكم. كنضيفوا نص كاس ديال الدقيق فورس النوعيه الجيده. كنحركوا اخر حاجه كنحيدوا الطراب الكهربائي، كنديروها بالفوي. كنكملوا الدقيق بالتدريج بطبيعه الحال وكيكون مغربل. واخر حاجه كنديروا واحد الخماره ديال الحلوى، خماره ونص عفوا. كنديروا الخميره الاولى، الباكيه الاولى، والخميره الباكيه الثانيه كناخذ واحد المعلقه صغيره نص تقريبا 4 غرام، اي خماره ونصف. تنحركو مع التحريك حتى كتدخل كينسجموا العناصر كاملين. هذا هو الخليط القوام ديالو كيفاش كيجي. كيكه بسيطه وكتجي لذيذه، غا جربوها غتعجبكم بزاف. كناخذوا المول، اي مول عندكم نتوما استعملوا. انا خديت هذا ديال الزاج، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. كنصبوا فيه الخليط. وبالنسبه لهذا المول راه شويه صغير، تاخذوا المول اللي غيكفيكم، اللي غتقدر تطلع لكم الكيكه، حيت مازال غنديروا الطبقات ديال الكريمه. صافي الفران راه ديجا سخنته، وكندخلها على عافيه متوسطه ولا مهيله، كل واحد على حساب الفران اللي كيستعمل كيفاش كيطيب الكيكات. وهذا هو الشكل كيفاش طابت من بعد ما طابت، راه كتجي هشيشه بزاف. دابا غندوزو المقادير والطريقه ديال الكريمه. بالنسبه للكريمه كنحتاجو فيها كاس ديال العنبه ديال السكر حبيبات، واحد الساشي ديال الحليب غبره نيدو، واحد جوج ديال العلب ديال الياغورت. عندنا جوج، راه العلبه الاولى هي هذه راه درتها، وكنضيفوا العلبه الثانيه. كريمه سهله ما فيهاش كريم شانتي ولا. وبالنسبه للفرماج راه خديت 4 ديال القطع ديال الفرماج مكلتين و4 مربعين، ولا بغيتو ديروا كلشي 8 مكلتين ولا 8 مربعين لكم الاختيار. انا درت 4 صافي. كنطرب بالخلاط الكهربائي كما كتشوفوا، طراب الكهربائي فكيولي بحال هكا رطب، خليط رطب كما كتشوفوا في الفيديو. صافي هو اللي كنصبوا فوق هذيك الكيكه. كنحاول نوزعو على الكيكه كامل حتى كيغطيها. كما كتشوفوا دخلتها الفران، شعلت عليها من الفوق، ما تفوتوش 5 دقائق، راه داغي كطيب، ما تخليوهاش تتحرق لكم ولا عفوا يتبدل اللون ديالها يولي صفر. صافي درت هذوك الغلايق ديال الماء كما كتشوفوا، استفتهم ورشيت بكاكاو المور. وانتم تقدروا ترشوا بكاكاو الحلو اللي كنديروا مع الحليب للوليدات. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، كيعطي واحد المنظر زوين وكتجي هشيشه ولذيذه. جربوها غتعجبكم بزاف وتفرحوا وليداتكم. كما كتشوفوا بسيطه ما فيهاش كثره المراحل. وكنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وبالصحه والراحه، مع وصفات اخرى بحول الله.